خلي الزبده صافي، درنا الزبده درنا هو باغي يحلب يدخل السخونيه وعاد غادي نزيد عليه يدي ديال مغسولين دقيق ديالي وما شاء الله عليا وتبارك الله عليا. راني حادقه راه زعما معدنوس، ولكن القزبر اكثر من المعدنوس. هاد المره ما نديرش الدجاج غنحزمو بحال غيشطح. اكثر واش داير في وجهك. شوف اللي معروفه تبارك الله، حنا المغاربه معروف علينا كندمجوا الحلو مع المال. ديك العزيمه وعندنا داك الطبخ وعندنا ايدينا الدادين وشي حاجه يا لاله مغربيه كنديرو زيد حياتي. كاين عندي انا غدا عندهم وخاصني ندير معايا شي حاجه في يديا. حياتي كيف قلت لكم الطابليه وغادي ندخل الى العمل. يلا معايا. ولكن صعيبه في الخدمه حيت هذه الخدمه باش نشوفوا على جمال عندي كنطلع. اهلا الحباب، لاباس عليكم؟ شخباركم؟ اموركم على خير؟ كلشي مزيان؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. شوفوا على جمال عندي كنطلع ليه. عرفتي واحد الجو غزال ديال بصح. عرفتي هاد الوقيته ديال الغروب الجو ديالها سبحان الله العظيم، سبحان الخالق المبدع يا ربي. الله يحفظكم والله يجيكم فيديو جديد. غادي ندخلكم معايا الكوزينه عاوتاني وتشوفوني شنو غادي نطيب. ولكن قبل ما غادي نصايب هادشي هو انني هادشي علاش غادي نطيبو هو انني جايين عندي واحد الناس عزازين وغاليين، ماشي جايين عندي انا غدا عندهم وخاصني ندير معايا شي حاجه في يديا. خليكم معايا نشوفوا شنو غادي نوجد لهم. اول حاجه غادي نبدا فاش كنبغيو نصايبوا شي حاجه يا لاله مغربيه كنديرو زيد حياتي باش غادي نصايبو انا مرتاحه، ما كاين لا زغبه طاحت لا شعر طاح. فاش كنكونوا غاديين عند الناس ولا كنكونوا مجموعين مع الناس كنخافوا نتعشوا، كنديروا الزيف يشعر. غادي ندير طابليه زعما راني حادقه كيف زعما راني حادقه راه زعما تبارك الله عليا. تبارك الله عليا وصل عندي. كنغلطوا بعض المرات وكنديروا الاغلاط، ولكن راه برافو لينا. المهم كيحطونا في شي مواقف ما كنحشموهمش. اي حاجه قالوا لنا نصايبوها وطيبوها واخا نكونوا ما كنعرفوش ليها كنصايبوها. حنا هادو هما المغربيات تبارك الله وصل عن علينا. كلشي كنعرفوا نديروه واخا شي حاجه عمرك ما كتكوني كتصايبيها كتبزي عليك انك تصحي. علاش؟ حيت عندنا هذيك العزيمه وعندنا داك الطبخ وعندنا ايدينا الدادين، حيت اللي دا في اليدين. وفي نفس الوقت غنقول لكم حيت انا بزاف مع الله الا عجبني الحال فاش درت الرفيسه وصلوا لي كومونتير فاطمه زهره ما ديريش هذه شكرا لكم بزاف. هاد المره ما نديرش الدجاج غنحزمو بحال غيشطح. هاد المره غادي ندير لكم دجاج مفصل. اليوم غادي نجرب معكم البسطيله الحلوه، البسطيله ديال اللوز اللي معروفه تبارك الله حنا المغاربه معروف علينا كندمجوا الحلو مع المالح بحال اللحم بالبرقوق بحال شحال من حاجه كنخلطوا الحلاوه مع الملوحيه اللي كتجي صراحه لذيذه وزوينه. وفي نفس الوقت نخليكم في لي كومونتير انا نجرب معكم طريقتي. وتبارك الله علينا المغاربه باش معروفين فاش كتصايبي شي حاجه انا كنصايبها بطريقه وانتي كتصايبها بطريقه والاخر كيصايبها بطريقه، وفاش كناكلوها كنلقاوها نفس المذاق. هذاك الشيء علاش انا غادي ندير لكم دابا طريقتي. وتبارك الله عليكم نتوما راه كتعرفوا توجدوا تقادوا تصايبوا. خليو لينا في لي كومونتير الا نسيت شي حاجه ولا كانت شي حاجه اضافيه تخليوها لي في لي كومونتير باش انا نستافد وحتى الناس اللي كيقراو لي كومونتير يستافدوا معكم. المهم اول حاجه نزيد في حياتي كيف قلت لكم الطابليه وغادي ندخل الى العمل. يلا معايا. البسطيله ديال الدجاج غادي نحتاج فيها عندي هنايا تقريبا شي 2 دجاجات البزار سكينجبير الملحه الخرقوم بلدي زعفران شعره شويه ديال القزبر ومعدنوس، ولكن القزبر اكثر من المعدنوس. وهنايا بصله مشلضه وزويده. غادي نحط كلشي في البوطه، غندير كلشي في الطنجره. هنايا هي البلاصه الوحيده اللي لقيت فين نحط التليفون ونصايب معاكم، ولكن غادي ندير لكم داك الشيء ايطاب باغ ايطاب. غناخذ الدجاج هو الاول غسلته مزيان. بغيتو تاخذوا الصدر بوحدو تاخذوا الفخار تاخذوا. حطيت الدجاج كيف وريتكم. غندير لي قامه كلها. زادت لي قامه غادي نحك هذا الشيء مزيان. يديت مغسولين دقيق ديالي. كشرملتو في القامه ديالو غادي نزيد قزبر ومعدنوس. انا كنوريكم الطريقه ديالي، الطريقه اللي معتمده عندي باش كنصيب البسطيله. زعفران شعره ما غندير لا ماء لا والو، غادي نخويه بحال هكا باش كيعطينا النسبه.
نشعل عليه البوطه ونخليهم يتقلاو واحد شويه، وفي نفس الوقت انا كنحرك باش هذيك القامه تزيد تخون. الا كان عندكم الوقت تقدروا ديروها من الصباح، الا كتشغلوا تخشيو في الثلاجه حتى تبغيو وكتجبدوا. هانتوما شو غادي نخليه شي شويه تدخلوا السخونيه، وعاد غادي نزيد عليه الزيت والبصله من الفوق. هو راه بدا يتقلى شويه. ما ديروا لا ما لا حتى شي حاجه، هو ديجا البصله حيت غادي ندير البصله طيب معاه، البصله ديالو غادي يطلق الماء، وتا الدجاج راكم عارفين حتى هو كيطلق الماء، يعني ما تحتاجوش انكم ديروا الماء نهائيا وما تخافوش ما غيتحرق حتى شي حاجه، حيت الدجاج دغيا كيطيب والبصله تبارك الله كثيره غتطلق الماء. صافي دابا انايا بدا كيتشحر شويه، غادي نزيد زويته، غادي ندير الزيت تقريبا ندير واحد، ديروا الزيت حيت باش تجي ميدمه، باش تجي ميدمه معلكه. صافي انا هنا الزيت، انا حيت كتزلق ليا الطنجره حيت دايره هذه ديال الطاجين، عرفتوها الحديده ديال الطاجين هذه كتعجبني انايا، واخا تكون عندي هذه راه شويه ثقيله شويه، ولكن كتعجبني ما كتهز على العافيه. دابا انا واخا مجهده العافيه ولكن هز على غادي دابا يا مجهده العافيه حيت واقفه حداه، حيت كنحرك. مني غادي ندير البصله ونغطيه، غادي نقص البوطه ونخليه يطيب بخاطر. عرفتي واحد الريحه طالعه يا سلام. هنا من بعد ما تشحرات شويه، قبل ما غادي ندير البصله غادي ندير شويه ديال القرفه. اللي عنده قرفه عواد يديرها، انا غادي ندير شويه مع الدجاج شويه. صافي وغادي نخليها واحد. الا بغيتو تديروها دابا هي ديروها، بغيتو تخليوها تديروها في الاخر ديروها كلي باش حتى الدجاج يجي ينسم بهذيك القرفه. صافي دابا انايا غادي نخليها نكب عليه البصله. ماما البصله ماشي مشكل، ديروا البصله واخا حبيبي، غادي ديروا البصله باش هي اللي غتعطينا الطغميره، باش غادي نصيبوا العقده ديال البصله. صافي غادي نخليها دابا هي غادي تشحر. صافي التطيب نزل. قلت لكم هنايا درت تقريبا 2 دجاجات فيهم وحده 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص، ودرت البصله تقريبا شي 2 كيلو ناقصه منه تقريبا شي 3 البصلات. هنا من بعد ما الدجاج طاب غادي نحيدو، غنديرو فشي صفايه غادي يصفى، وغادي نخلي هاد البصله هادي تشحر مزيان، تحيد منها الماء، تبقى غير البصله غير التغمير ورجعها معكم ان شاء الله. دابا غادي اول حاجه غنحيد الدجاج. هنايا ملي حيدت الدجاج نقصت البوطه على التغميره باش تغمر ليا، باش تجمع، باش ما يبقاش فيها الماء، تبقى غير البصله. وحاولوا انكم تردوا البال العظيمات، حيت الدجاج كيتفرتت لينا في الطياب. اللحيمات ماشي مشكل يبقاو، ولكن العظومه ردوا البال معاهم مزيان، ما خصهمش يبقاو. حاولوا انكم كتحركوا فيها، كتولي بحال الضميره ديال الدجاج مقلي، خاصو البيض البصله ما يبقاش فيها الماء، تولي غير تطلق الزيت، يعني تبقاو تضغمروا فيها حتى كتغمر، حتى كتولي غير البصله مشحره مدغمره لاحقه وطريقه. وهنايا غادي ناخذ واحد المعلقه ديال الزبده، انا نكبو واحد المعلقه ديال الزبده غادي نحطها نديرها هنايا. صافي انا كبيتها ميرسي. واخ غادي نخليها تذوب شويه، وغادي نزيد ونخليها واحد شويه تبان لي بدات كتغلى وبحال بدا كيتنقص منها الماء. غادي نزيد فيها القرفه والسنيده. دابا ملي درت الزبيده بدات كتشحر، غادي ناخذ واحد شويه ديال ناخذ القرفه ناخذ القرفه وغادي نديرها، ناخذ تقريبا واحد المعلقه ديال القرفه، حيت دابا خلي الزبده. صافي درنا الزبده، هو باغي يحلب حتى هو يدير الزبده. هانتوما غادي ندير واحد المعلقه، نزيد واحد شويه، غادي ندير ساشيات ديال الزهر كيعطيو واحد الريحه يا سلام. صافي نكبو هنايا، غادي نخلط وغادي نزيد سنيده على حسب الذوق، ما ديروهاش حلوه بزاف باش ما الا درتوها حلوه بزاف كاع هذاك الجهد ديال الدجاج وديال البصله ما غاديش يبقى لكم، غتولي الحلاوه غتقهمكم، غتولي تقهوي بالحلاوه. غنديرو قياس
القياس ديال السنيده. واش سامح من الكرم راه نتايا هادشي الزبده ما تبقاش الزبده، انت تولي سمن معاك. انا صافي درنا زبيده ودرنا كلشي دابا انا صافي. الباكيه ديال ملكه الزبده شدتها، غنخليها نغطي عليها ونزيد نخليها حتى كي قلت لكم تولي ماما مدغمه. غير زيد دابا انا درت سنيده ماما السنيده هي كتزيد تعسل مع محمد. مين عرفتي شنو هو الضحك ولا محمد؟ شوف الكاميرا، شوف واحد الكاميرا واش داير في وجهه. شوف عرفتي شي ستيلو خطط وجهه وخطط ليا الجليج انا وين زوينه. اه هنا من بعد ما شو التغميره كيفاش حتى اللون ديالها تبدل وبدا الزيت بشوي وبدات البصله كتطلق الزيت ديالها تحيد منها الماء. غادي نضرب واحد 8 البيضات عندي هما هادو، غادي نضربهم هنايا. من بعد ما الدجاج نقيته من العظومه وداكشي حطيته هنايا، وهنايا غادي نضرب هاد البيض وغادي نبدا نكب بشويه بشويه ونجهد البوطه. غادي نجهد البوطه باش البيض ما يطلقش ليا الماء. صافي غادي تجهدوا البوطه باش البيض ديالكم ما يطلقش الماء. حتى من بعد عاد كتنقصوا البوطه، ملي كيطيب البيض كتنقصوا البوطه باش كيطلق، باش عاوتاني كيتحيد هذاك الماء وكيبدا الزيت كتعطينا الزيت. المهم خليكم معايا نوريكم داكشي بلي ديطاي. هو البيض غادي نطيبو وغادي كي قلت لكم البوطه غادي نجهدها. انا حركت 8 البيضات، ما غادي يجي فيه لا زفوريه لا حتى شي حاجه. ما كيبقاش البيض ملي كديروه بهذه الطريقه كتخلطوه مع البصله ما كتعطيش زفوريه، ولكن كاين اللي كيدير البيض بوحديته والبصله بوحديتها. هذيك هي فاش البيض كيعطي الزفوريه. صراحه انا ما كتعجبنيش، انا كنفضلها البيض مخلط مع البصله، ما كيبقاش داك الجهد ديال البيض. ملي كديروه بوحدو البيض كيعطي الجهد ديالو، هذيك الساعه فاش كتذوقوها زفره. هنايا غادي نبدا نكب كيف قلت لكم البيض بشويه وكنخلط مع التحريك. كنخلط واجي كنهرب هنا طابا ماشي بطاري طنجره هانتوما صافي. ديما كتلقاو عندي الحيحه ديال الدراري حيح. انا كلشي اي حاجه دارتها وئام خاصو حتى هو كيطير وينزل يقول حتى انا. صافي غادي نخليها بحال هكا تحركوا حيت هذه الخدمه باش البيض ما يتجمعش لينا ويبقى معزول على البصله. خاصو يدخل مع البصله يتخلط ما يبقاش يبان. كي كتشوفوا هنايا هو البيض طاب لينا، كيبدا يطلق واحد الماء، من بعد كيبدا يشرب، ما كيبقى فيه حتى شي حاجه. دابا غادي نطفي عليه البوطه وغادي نخليه يبرد، عاد نكبو في واحد الشبيكه باش يتقطر ليا هذاك الماء ديالو. غنخليه يبرد حيت عندي شبكه ديال البلاستيك وراكم عارفين السخونيه مع السخونيه مع ايوا عارفين يا لاله السخونيه مع البلاستيك ما مزيانينش. كيديروا تعلمت الدروس والله الله يحفظكم. والله تتعلم دابا نخليها حتى تبرد حيت ما عنديش ديال الاينوكس. عندي اينوكس عندي صغيره، غنخليها. عرفتي شنو راه تكون تجيني واحد النعاس، واحد التبويقه ديال النعاس ما نعاودش لكم وحق الله العظيم. غادي نخليها تبرد، عاد نكبها في هذيك الشبيكه هذيك باش يتصفى ليا داك الليدام، يتصفى كامل باش حتى هي ما تجيش فازكه. حيت هذاك الليدام غادي نحتاجو في واحد الخلطه واحده اخرى. دابا غادي ندوز المرحله الثالثه. ياك درنا الدجاج درنا الثالثه. عندي هنا عندي اللوز كيلو الا ربع تقريبا ديال اللوز. غادي نديرها تقلى في الزيت بارد، فسختها وخليتها تنشف مزيان. الا كانت ليله كامله غادي يكون احسن. انا حتى الصباح فسختو خليته ينشف. غادي نديرو في الزيت بارد وغادي نخليه يتقلى بشويه عليه وقت يتقرمل. كتعرفوا دابا خصو تبقاو تحركوا فيه، ديروه في الزيت بارده وتبقاو تحركوا فيه حتى كيبدا يبان لكم يبدا يتحمر. صافي كتحيدوه من الزيت. هذه هي الخدمه ديال اللوز باش كيجي مقرمل. دائما ديروه في الزيت بارده باش كيتقرمل لكم من الداخل ومن برا. وهذا هو اللوز اللي قليت. شوفوا ما انا طحنته وخليته شويه مهرمش باش يجي مقرمش في الماكله باش تحسوا بواحد التقرميشه.
هنايا هذا الدجاج غادي نشدو حتى هو قاديتو صيبتو حيت منو العظومه، غادي نخشيه في الثلاجه. وهذه هي البصيله ديالي بالبيض، خليتها هنا تقطر مزيان تقطر، ترتاح مع رويصاتها باش هذاك المرق، شوف هذوك الزيت ديالها كله كيهبط لتحت صافي. ودابا ما نكذبش عليكم، دابا يا عييت غادي نمشي نرتاح حيت هادشي نحتاجو حتى الغدا. غدا ان شاء الله هاد الموديل بسطيله ونقادها. خليكم معايا حتى الغدا ان شاء الله. تصبح ويفتح يا ربي، تصبحنا على خير. صباح الخير وصباح النور. صبحت نيشان على الكوزينه، نيشان صبحت على نكمل بالصلاه ديالي حيت فات الحال وخاصني انا ما غاديش ناكلو هنا، غنديها معايا. عرفتي كلشي دار راسو، انا متاكده فيكم دابا نتوما باش توصلوا لهاد المرحله كلشي كيقول شكون اللي جاي شكون اللي غادي شكون عند من غادي. شوفوا شوفوا انا بغيت نخلي لكم هذا الفيديو هذا غير بارتي ديال الطياب ديالها باش ما يجيكمش الفيديو طويل. الفيديو الثاني هو اللي غادي يكون فيه انا عند من غدا. وشكون هاد الناس العزاز اللي واقفه كنطيب لهم بالليل وبالنهار. ايوا ماشي راه هما الحياه. ايوا الله يحفظكم وينجيكم وتبارك الله عليكم. ودابا هي غادي ندوز معكم طريقه شوفوا انا هاد البليصه لقيتها زوينه حاط فيها التليفون. غادي نبدا لكم، غادي نكمل اللوز حيت البارح اللوز ما درت فيه لا سكر لا شي حاجه، كلشي درت ليه السلوفان وخشيت في الثلاجه. ها هو اللوز غادي ندير فيه السكر. اول حاجه غادي ندير الساشيه ديال الزهر، كتعطي واحد النسمه زوينه فيه. ها هي. وغادي نزيد فيه قرفه، حتى القرفه حتى هي كتجي تعطي واحد النسمه زوينه في قبيصه ديال الملح. قصه ديال الملح كتعطي واحد التوازن ديال السكر، كتخرج المذاق غير شويه صافي. وغادي ندير دابايا غادي ندير هنايا السكر على حسب الذوق ديالكم. غادي نخلط واحد الحاجه مهمه اللي كيكون البارح تحتفظوا بها، هي ليدان. هنايا شاط لي ليدان ديال هنا، غادي نزيد هذيك ليدان اللي شاط لي ديال البصله، غادي نزيدو شويه ديال الجمال. هادشي في الثلاجه غادي نكبو وغادي نخلط. الا ما شاطش لكم ليدان كديروا سميتها، ديروا زبده ندوز شي جا معلق. شوف عاوتاني ماشي غيجي بحال العجينه ديال اللوز، غادي يجي زعما مجموع شويه كتحسي به معلق وصافي. غادي نبدا دابا، غادي نجمعها كيف كنقولوا حنا نلمطوها. نجمعها في الطبسي، حيت الطبسي اللي غادي ندي معايا دابا. غادي نحتاج الورقه، غادي كل ما ندير الورقه غادي ندهنها. ماما واخا تقطع عليكم تخافوش، ماما غير خدموا بها. لا ولدي لا، الورقه سير هي حيت دغيا كتقطع عليا، خايبه فيها بدات كتقطع عليا. ماما ماشي مشكل، انا غادي ماما 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 هاد الورقه كتبغيك تكوني شجيعه، تخافيش زعمي. هي زعمي ماما نعم. كيف قلت لكم انايا تنحط في الورقه وتناخذ الزبده وكندهن بها. خصني نسيت ليا حيت هي الورقه ما خصهاش ماما ماما ميرسي شعلتي لي الضوء. ماما
هي كل ما كثرتو من الورقه ما تخافوش، حيت هاد الورقه زوينه ما كتذوب، كتبقاش قاصحه بحال هكا. هي الزبده ولا كان عندكم هذاك الليدام اللي شاد ديال البصله حتى هو ديروه، كتبقاو تعمروا. انا نوريكم كتبقاو تعمروا. انا غادي نزيد نعمر وغنخرج من الجناب، غنخرج من الجناب حتى غادي نسالي ان شاء الله. هانتوما درتها كلها، شو خرجت من الجناب، خليت واحد الورق، خليت الورقه باش نعاود عاوتاني نغلفها من الفوق. غادي نبدا بالدجاج هو الاول، غندير فوق منه البصله وغندير فوق منه اللوز. المهم طبقات نتوما تستعملوا كما بغيتوا، اللي بغيتوا ديروها ديروا الدجاج هو الاول، البصله المهم اللي حبات خاطركم ديروها. المهم دابا غادي نمونطي، انا بغيت نوريكم فين وصلت. غادي دابا نكب الدجاج، البصله فوق منها اللوز وغادي نجمعها. وهكا البسطيله ديالي كيفاش كتجي دهنتها، كبيت فوق منها الزبده، هذيك الزبده اللي بقات ليا كلها كبيتها. دابا غادي نغطيها بالسلوفان. حاجه وحده اللي ما تخافوش منها، ورقه الفيلو هي زوينه، كتجي زوينه في الطيب ولكن صعيبه في الخدمه. اما ما تخافوش، يزعمي راه قلتها لكم حنا المغربيات كنزعموا. انا عمري ما خدمت بها، نهار خدمت بها جاتني ساهله. كنقول علاش كيقولوا صعيبه، علاش كيقولوا صعيبه؟ حيت شحال واحد قالت لا صعيبه في الخدمه كتقطع. فاش خدمت بها نهار الاول زعمت تاكل اللحم كيقولوا. زعمت خدمت بها الصراحه، وليت كتعجبني، وليت دائما كنخدم بها، كتعجبني في البساطه. صافي هذا ما كان. دابا غادي نجمعها وغادي نخليها. غادي الفيديو ديالي غادي نساليه هنايا ديال البسطيله باش ما نطولش عليكم بزاف، باش ما يجيكمش الفيديو طويل. ايوا هذه هي الشهيوه اللي بغيت نصيب، وهنا صيبتها وهنا كملتها وما شاء الله عليا. وتبارك الله عليا. ايوا هكا كتجي. شوفوا كتذوقوها كما بغيتو، ما بحبات خاطركم. تقدروا ديروا غير السكر كلاصي والقرفه، تقدروا ديروا بيض سمان، تقدروا ديروا كل نتوما كتفنوا في الذوق كما بغيتو تذوقوها، كتفنوا فيها.